اليوم غادي نحكي لكم قصة ديال واحد من أعظم العقول في التاريخ، عالم كبير ولكن حياته كانت مأساوية. الغريب في القصة ماشي أنه كان عبقري، الغريب هو أنه كان محقور ومهمش من طرف العلماء اللي كان في زمانه. ولكن رغم كل شيء بقى كيكافح وكيخترع وكيشوف المستقبل بعينيه هو. هادشي اللي غنعرفو في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب والجرس باش يوصلكم كل جديد، ويلا نبداو. في عام 1856 في واحد الوقت اللي العالم فيه كان مازال كيحاول يفهم الكهرباء والعلوم، في قرية صغيرة سميتها سميلجا اللي كانت تابعة اليوم المنطقة في كرواتيا، تزاد واحد الطفل اللي غادي يبدل مفهوم العالم كامل، سميتو نيكولا تيسلا. تيسلا تزاد في واحد العائلة بسيطة ولكن مثقفة. باه كان قسيس ديني صارم وكيهتم بالتعليم والانضباط. أمه كانت امرأة ذكية بزاف، ما عندهاش تعليم رسمي ولكن كانت عندها قدرة غريبة على الاختراع وصناعة الأدوات الصغيرة في الدار. من هاد الجوج ديال التأثيرات تشكل عقل طفل مختلف من البداية. من صغرو تسلا ما كانش بحال الأطفال الآخرين، ما كانش كيهتم باللعب بزاف، كان كيجلس بوحدو كيشوف العالم بطريقة غريبة. اي حاجة قدامو كان كثير الفضول ديالو، بحال الماء والريح والضوء وحتى الصوت. وكان كيسول راسو أسئلة ما كيسولون حتى الكبار، كيفاش كيتحرك الضوء وكيفاش كتمشي الطاقة في العالم. وكان عنده واحد الحاجة غريبة بزاف، الخيال ديالو كان قوي لدرجة أنه يقدر يشوف آلات كاملة في دماغه، كيخدمهم وكيصلحهم وكيجربهم بلا ما يكتب حتى حاجة. وكان كيعاني حتى من الوحدة حيت الناس ما كانوش فاهمينه وكانوا كيشوفوه مختلف بزاف. ولكن الغريب هذا الاختلاف هو اللي غادي يخلق واحد من أعظم العقول اللي عرفته البشرية. والسؤال المطروح هو كيفاش طفل صغير في قرية معزولة غادي يوصل يفكر بطريقة تبدل العالم كامل. منين كبر نيكولا تيسلا ولا واضح أن هذا الطفل ماشي عادي نهائيا، بدا كيقرا بجدية وراه ذكاء خارق في الهندسة والفيزياء. ولكن الحياة ديالو ما كانش سهلة حيت حتى هو كان كيعاني نفسيا وصحيا بزاف. قرا في عدة مدارس في وسط أوروبا وتعلم الهندسة والكهرباء بشكل ذاتي تقريبا. وكان عنده قدرة غريبة، أي فكرة كيشوفها في دماغه كيتخيلها كاملة بالتفاصيل ديالها وكتخدم بحال الواقع. ولكن رغم هذا الشيء ما قدرش يكمل حياة مستقرة في بلادو، وبدات الرحلة الكبيرة ديالو. تسلا خدم شوية في الهندسة ومن بعد دخل تجربة ديال الخدمة العسكرية، ولكن بسبب مشاكل صحية ونفسية ما طولش فيها بزاف. وبدات الحياة كتدفعو يبدل المكان ديالو كتر من مرة حتى وصل لواحد المرحلة اللي غادي تغير كلشي. ومن بعد سنوات ديال التجارب شد الطريق لأمريكا، أرض الفرص ولكن حتى أرض الصراعات القوية. وهنا غادي يدخل في مرحلة خطيرة في حياته، لقاء مع واحد من أشهر الناس في التاريخ، توماس أديسون. ولكن منين وصل وقت الوعد الفلوس اللي وعدو بيه إديسون ما وصلاتش، وقال ليه كنت غير كنمزح معاك. هنا تيسلا حس بأول طعنة كبيرة في حياته، ماشي غير خيبة أمل ولكن إحساس ديال الحقرة الحقيقية. حرب بين جوج أفكار، واحد كتمثل الماضي وواحد كتمثل المستقبل. وكاين السؤال اللي باقي، واش العالم غادي يختار الصحيح ولا غادي يظلم العبقري مرة أخرى؟ تيسلا دخل في واحد المرحلة اللي غادي تغير التاريخ ديال العالم كامل. بدات بما يسمى بحرب الطيارات، إديسون كان كيدافع على التيار المستمر وتسلا كان كيدافع على التيار المتنوع. وفي الآخر بفضل دعم جورج وستينغهاوس فكرة تسلا هي اللي غادي تربح. هادشي هو اللي خلى الكهرباء توصل للمدن والمصانع والمنازل في العالم كامل. ولكن تسلا ما وقفش هنا، بدا كيدخل افكار خياليه بزاف بالنسبه لزمانو. اختراع ملف تسلا اللي كينتج كهرباء قويه بزاف
خدم على نقل الكهرباء بلا أسلاك، تكلم على أفكار الطاقة اللاسلكية للعالم كامل. حتى بعض الأفكار كانت قريبة من الإنترنت والاتصال اللاسلكي، وكان كيشوف المستقبل بطريقة ما كان حتى واحد قادر يفهمها في داك الوقت. تسلا كان كيقرا المستقبل كتر ما كيعيش الحاضر، كان كينعس ساعات قليلة بزاف وكيخدم بوحدو في مشاريع خيالية داخل المختبر ديالو. ولكن المشكلة العالم ما كانش مستعد ليه. الشركات كانت كتاخد أفكاره، ولكن هو ما كياخدش اعترافات ولا المال اللي كيستحق. ومع مرور الوقت تسلا بدا كيتحطم ماديا، والمشاريع ديالو الكبيرة توقفات، والدعم نقص بزاف، وبدا كيعيش بوحدو في فنادق رخيصة في نيويورك. كان عنده عقل كيخترع المستقبل، ولكن الواقع ديالو كان فقير وهو وحيد. وفي يوم 7 يناير 1943 تسلا مات في غرفة صغيرة في فندق نيويورك أوتيل في مدينة نيويورك، بلا فلوس بلا شهرة في داك الوقت وبلا حد حداه. ولكن العالم كامل اليوم كيعتمد على الاختراعات ديالو، ومن بعد الموت ديالو العالم بدا كيعرف القيمة ديالو تدريجيا. بزاف ديال الافكار اللي اخترعها ولات اساس التكنولوجيا الحديثه، بحال الكهرباء والاتصال، وحتى افكار الطاقه المستقبليه. وفي الاخير هذه كانت قصه واحد العالم الكبير نيكولا تسلا اللي عاش محقور ومنسي، ولكن افكاره بدلات العالم كامل. يمكن ما خداش تقدير في حياته، ولكن التاريخ ما نساوش. الا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وسبسكرايب والجرس باش يوصلك كل جديد. ويلا بيس.